الحرية السياسية حتى نحظى بالحرية الفكرية، وحتى تكون هناك حرية سياسية يعني يكون مطلبنا ما هو أن يكون للشعب حق اختيار حكامه. احنا ما نريد نختار آل سعود، حقنا هذا، بل يجب علينا أن لا نختارهم. ما نريد آل سعود يحكمونا، يقتلون أولادنا، نريدهم حكام علينا؟ لا، ما نريد. وما عندنا مانع سواء جزيرة واحدة بما فيها اليمن أو لا بهذه البلد المحدودة التي سميت باسم السعودية. دولة في العالم، ما في دولة في العالم باسم حكام غير هالبلد. والبحرين تريد تلحقها، يسموها بعد دولة مملكة آل خليفة، يريدوا لو يقدروا سووها، على الألسن يتداولوها. ما نريد، أنا حر أختار من يحكمني، الله يحاسبني على اختياري، والله أعطاني الحرية. حتى الأنبياء الذين بعثهم الله وأعطاهم الولاية والسلطة ويجب علينا أن نواليهم ونطيعهم، الله قال أنت حر تؤمن أو ما تؤمن بهم، بس بحاسب يوم القيامة. في الدنيا حر، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لست عليهم بمسيطر، وهو رسول الله حاكمه وما يريده. احنا ما نريد آل سعود، قتلونا أولادنا نريدهم. أمس بمناسبة ميلاد الرسول، ميلاد الطهر، ميلاد النور، نفرح بهالميلاد حتى نتأسى ونقتدي بالرسول، نستحضر شمائل الرسول، نستحضر قيم الرسول، نستحضر رسالة الرسول، فنحييها حتى تحيا قلوبنا بفكر الرسول، بمبادئ الرسول. تجي قوة غاشمة تقتل، هذا يستحقون يحكمونا، نقبلهم؟ لا، ما نقبل، هذا مطلبنا، مطالبنا واضحة. تعال بعد، وش كل يوم جو، وش مطالبكم، وش مطالبكم؟